السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتونا قوي اغلى المتابعين لينا، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الحلوة اللي بترفع من معنوياتي. دلوقتي بقى انا رايحة اودي يارا المدرسة، وقلت قبل ما اروح المدرسة هطلع كده اعمل لكم ايه، جولة في السطوح بتاعنا. تعالي يا رؤوف هنا، وريهم بقى اليونيفورم بتاع المدرسه. اقفي بعيد كده شويه، ثواني بقى هوريكم اليونيفورم بتاع يارا. وادعوا لها يا حبايبي دعوه حلوه كده عشان رايحه الامتحان، ربنا يا رب يوفقها ويوفق الطلبه كلهم. ونوريكم بقى زي ما بقول لكم كده ايه المنظر الخلاب، وننزل مع بعض بقى نوديها نركب التوك توك. انا قدرت اصور وانا في التوك توك دي كده هصور، ما قدرتش يبقى بقى خلاص. يا حبايبي نعمل بقى جوله كده في السطوح. بيسموه الروف او السطوح اي حاجه. التكييف بقى بتاعنا اهو، عايزين نجيب له الغطا برضو اللي هو بيحمي التكييف ده عشان المطر والتراب والحاجات دي. ان شاء الله احنا كان عندنا الغطا ده بس ما اعرفش راح فين. ومعانا الاستاذه يارا. قلنا لهم عاملين ايه؟ تعالي اقفي في الشمس كده عشان تظهري، لان الاضاءه برضو بتبقى في الشمس. قلنا لهم عاملين ايه؟ عاملين ايه طب ما رايكم البس دي كده ولا كده؟ كده انت عامله زي بتوع البريد اللي بيوصلوا الجوابات. انا بحب اعملها كده برضه. اهي الشمس طلعت. تعالي في هنا بقى اهي الشمس هنا، وفي هنا في الشمس. وريهم بقى اليونيفورم بتاعك. هم بيلبسوا تيشيرت لونه البيتي والبنطلون كحلي، ومعاه بقى السنادة. تاني كده وانا بقى معايا الاقلام كده. مش عارفة السلم ده عاملينه ليه، السلم ده بيطلعوا يعملوا ايه فوق؟ هو في غية حمام ولا ايه؟ كده ايه رأيكم بقى في السطوح؟ هو معمول سيراميك بس سيراميك كسر، مش سيراميك التاني. شغال احسن ما يكون رملة وكده. ما لسه كده ولا حلو البسها. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ جولة كده في السطوح ايه، مية مية. الشارع بقى بتاعنا هم تحت. يلا يا حبايبي بقى تابعوا معانا، هنروح نودي يارا المدرسة. قلت ايه، في هنا صناديق دي بتاعت الصدقات والايتام وكده، نحط فيها كده حاجة كده اي حاجة وخلاص. نبدأ يومنا كده بالصدقة. حرمتكمش من حاجة يا حبايبي. نمشي اهو في الشارع برضو عشان ما تزهقوش من قعدة البيت. يلا انزلي معانا. يلا حبايبي، رجعت بقى وديت يارا المدرسة وصورت لكم كده زي ما انتم شايفين كده بالاول كده. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتونا قوي يا اغلى المتابعين ليا، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي. زي ما انتم شفتوا كده يا حبايبي، وديت الاول العيال المدرسة. وديت يارا بس النهارده عشان هنا ما عندهاش، انتوا عارفين بالتبادل، دي يوم ودي يوم. بكره ما عندهمش، بعد بكره بقى ان شاء الله عندهم، وبعد كده الاسبوع الجاي بقى كله ان شاء الله عندهم امتحانات. ادعوا لهم يا حبايبي دعوه حلوه كده، ربنا ينجحهم وينجح جميع الطلبه كده، اللهم امين يا رب العالمين. وعايزه اقول لكم ان انا مفاجاه حلوه قوي، حذر فزروا ايه هي. طبعا انا هقولها لكم في العنوان. بطاقه التموين بعد طول انتظار من 6 اشهر
بالتوالي 6 اشهر. احنا باخدها زي ما انتوا عارفين يا حبايبي مرتين في السنه، مره في اول السنه ومره في نص السنه. امال ايه، ما لازم الواحد كده ياخدها له مرتين في السنه ولا حاجه، البطاقه دي تمر عليه كده. ماشي يا حبايبي. ولغايه دلوقتي ما جبتش منها عيش خالص، لغايه دلوقتي لسه والله العظيم ما جبتش منها عيش. يلا بقى، بحاول كده اجيب لنا حتى منها لو ب3 جنيه ولا 5 جنيه احطهم في الفريزر هينفعونا. المهم يا حبايبي، جبنا بقى من التموين زيت العسل ده بيبقى جميل بقى يا حبايبي في القليه وكده، وبيبقى بسم الله ما شاء الله تقيل، وبيقعد شويه، بيبقى فيه بركه عن الزيت التاني. الزيت التاني بيبقى خفيف اللي بتجيبوه حر ده، وما بيقعدش كتير، بيطير كده زي السبيرتو. فده بسم الله ما شاء الله جبت منه حوالي 4 أو 5. عشان انتوا عارفين انا مش عامله البطاقه، استنى اعدل الاشارب كده بتاع الطرحه دي. بطاقه التموين مش عاملاها يعني انا وجوزي، عاملاها مع اخواتي. في ناس بتفصل نفسهم مثلا ايه، بيعينوا نفسهم يحطوهم مع جوازاتهم وعيالتهم وكده. انا طبعا عيالي مش هيضافوا للتموين، معرفش ليه، لان يعني محمد ضاف هنا من زمان على بطاقته، من زمان جدا، من ساعه ما اتولدت، ومش عايزين يضيفوها لغايه دلوقتي. فانا بقى ايه زي ما انا مع اخواتي كده، فباخدها مرتين في السنه. فبدل ما اخد كل شهر، طبعا كل واحد ليه إيه حصه كده من في التموين كل شهر، اي فرد يعني. فانا ايه مع اخواتي بقى يعني باخدها مرتين، بدل ما اخدها كل شهر باخدها مرتين في السنه. فهمتوا ولا عيد تاني؟ وجبت بقى الرز العسل ده، جبنا برضه حوالي 5 اكياس. بحب انا الرز ده، النوعيه دي بحبها في الشعريه وكده وفي المحشي. وجبت برضه علبه سمنه، بس انا استخدمتها يعني وكده. بس يا حبايبي الفيديو النهارده بقى كان فيديو بسيط كده عن تموين بقى، ووديت البنت المدرسه وطلعنا السطوح، كان شويه كده كوكتيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو، احنا ان شاء الله بقى بروح اودي البطاقه برضو الدقي، بس مش بدون دخول شقه الدقي، عن طريق الجيران. مع السلامه.